وأثناء تواجدنا عملنا لقاء مع مدير النادي والأستاذ شاكر. أستاذ كارم، أهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك. عايزين بس نتعرف على المجهودات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، وإيه اللي قابلك من صعاب. والله هو بعد التطوير اللي حصل من سياده الوزير وبناء على تعليماته قرر الفتح اول يوم العيد، و يعني اخذنا تعليمات بان كل حاجه تبقى متظبطه وزي ما حضرتك شايف ورأي الناس. يعني احنا عملنا لقاءات مع الناس وقالوا ان النادي امان، ان الشاطئ نفسه امان، الميه غطاسين واقفين وشغالين، وان في عماله وفي تنظيف، وهم ملاحظين ان في نجيله باينه، في اهتمام بالنجيله وكده. بس ايه الصعاب اللي قابلت حضرتك؟ من ناحيه ايه؟ اثناء شغلك هنا في النادي ايه الصعاب اللي قابلتك؟ هو الصعب اللي قابلتنا ان احنا ابتدينا بقى في فرد الرمله وابتدينا في تنظيف الشط. طبعا كان في خضار مغرق الشط خالص، والحمد لله يعني قدرنا نظبط الموقف. في معوقات؟ لا الحمد لله. مين ساندك في الشغل بتاع في النادي؟ هو احنا ماشيين تحت تعليمات السيد الوزير بصراحه، كل حاجه ما شاء الله، يعني مش محتاجين اي حاجه. يعني كل حاجه بتتقدم لسياده الوزير، في كل حاجه فيها تسهيلات الحمد لله، بيعمل لك تسهيلات باذن الله. طيب بالنسبه بقى لاحوال الشاطئ والعماله والشاليهات والناس مين اللي بيستقبلهم دايما؟ هم بيقولوا لي ان انت برضو دايما متواجد بيستقبلهم، وانا مصور لك كذا صوره لقيتك بتلف على الشاطئ. كنت بتلف؟ يعني انا والله حضرتك مش عايز حد يقول مثلا في حاجه ناقصاني او محتاج اي حاجه اثناء وجوده، يعني لازم يكون طالع من هنا مبسوط زي الفل. مفيش ناس قالت لك عندنا شكوى؟ لا الحمد لله لغايه دلوقتي لا. تمام. والاستاذ شاكر؟ الاستاذ شاكر مسؤول الشاليهات مع حضرتك اهو. اتفضل يا استاذ شاكر، ايه الجديد في النادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا فندم، هو يعني العقوبات اللي قابلتنا معانا مدير على اعلى مستوى. بسم الله ما شاء الله، يعني عملنا كل حاجه مجهود ذاتي، والاستاذ كارم يعني رفع من شأن الشاليهات. حتى حضرتك انت شايف عندنا الاقبال يعني يدينا 70% 80%، فده طبعا انجاز ان انت ترجع الشاليهات زي ما كانت الاول بقيمه منتجع شاطئ التعاون. ده انجاز يتحسب لعاملين الشاطئ وعلى راسهم الاستاذ كارم مدير النادي. طيب انا دايما بنتسال بكام تذكره الدخول؟ طبعا دايما موجهه طبعا تعليمات الاداره. التذكره ب 20 جنيه شامله كرسي. شامله الكرسي؟ تمام، شامله الكرسي. الاشتراكات بتاعت النادي برضو الاشتراكات عملنا مفاجاه كبيره جدا 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 لشعب اسماعيليه. يعني دي برضو حاجه تتحسب للاداره ورئيس مجلس الاداره وسياده الوزير. بقى دي معلش بين قوسين كده، الكارنيه بكام في السنه؟ ب 150 جنيه الاشتراك. يعني الاسره بتيجي ب 150. اسره مش فرد. 5 افراد يا فندم، تحمل 5 افراد. 4 افراد؟ انا سمعت 4 افراد. لا، ونستثنى ال5 من عندنا لما يعني بيبقى طفل يعني. لو في طفل بيبقى الخامس. لما بيبقى طفل. طب بكام حضرتك؟ ب 150 جنيه السنه كامله. يا فندم. طب دول لما بيخشوا بالاشتراك بيحتاجوا يدفعوا حاجه تاني؟ لا اطلاقا. بنشوف الاشتراك بالاسم المشترك، وبيتفضل مشكورا داخل النادي، بيقعد ياخد الكراسي بتاعته، محدش بيسأله في أي حاجة. يعني الكراسي بتبقى على الاشتراك؟ طبعا. ولا ليها لوحدها؟ يعني مثلا لما بتبقوا مأجرين، يعني أنا سامع إن في ناس بتبقى مأجرة، هي اللي بتأجر الكراسي مش تبع النادي، يعني هم مأجرين مستثمرين. لا ولا أنت دي تبع النادي؟ لا المخزن تبع البوابة. بناء على كده بقول التذكرة ب 20 جنيه. لأن عندي الدخول ب 15. تمام. والكرسي ب 5 جنيه. تمام. مجموعهم 20. طب إيجارات الشاليهات بقى؟ إيجارات الشاليهات برضو جايه لنا يعني من إدارة النادي التعليمات، إن اليوم ب 250 جنيه. هي كلها مساحات واحدة؟ لا طبعا، أنا عندي 8 مميز ب 450 4 سراير. ده بيبقى نظام ايه؟ استوديو ولا غرفتين ولا غرفة؟ كرسيين داخل مطبخ امريكاني، الحمام داخلي. دي اللي فيها ايه؟ سريرين؟ دي اللي فيها سريرين. دي بكام؟ ب 250 جنيه يا فندم. والتانية بقى؟ اللي هو المميز الدبل ب 450 4 سراير. في فرق بين الادوار؟ لا هي كلها يعني الدور اللي تحت لا هو بيجي لي زائر بيعشق تحت، وبيجي لي زائر انما في مميز وعاده تحت وفي مميز وعاده فوق؟ لا تحت اسطمبه واحده. عاده ولا مميز؟ عاده يا فندم. فوق انا عندي مشاريع واحد بس اللي هو مميز.
واحد بس يا موبايل. فندم. ده اللي بكام؟ ده اللي ب 450 والباقي والباقي ب 250. 250. يا في ايه بقى محتوياته؟ ثلاجه، تمام. تلفزيون، تمام البوتاجاز، تمام طبعا ادوات يعني يعتبر كل حاجه فيه، تمام. ما عدا طبعا الادوات بقى انت فاهم المنزليه دي بتاعت الازاء، لان طبعا ده طالعين من ممنوع طبعا، كورونا ممنوع يعني. فكل واحد عايز يجي يأجر بيجيب ادواته وملاياته. طبعا والله، وبصراحه بنباشر كل حاجه يعني، حتى معانا المدير بايديه النجيله، يعني مخلي المسطح الاخضر الجميل ده. تمام. كل العاملين فوق راسهم الاستاذ كريم مدير النادي، مش سايبين حاجه، كلنا ايد واحده. منتجع شاطئ التعاون يرجع تاني، دي حاجه طبعا تتحسب لمدير النادي. ماشي، متشكرين جدا. العفو يا فندم، ان شاء الله شرف ليا، بالتوفيق. شرف ليا يا فندم.